السلام عليكم، وازيكم في فيديو جديد. حياكم الله وجعل الجنه مثوانا مثواكم. النهارده هتكلم عن شويه نصايح مهمه جدا. كان نفسي يعني وانا اديكم كده او من سنه فاتت ان حد يكون موضح لي الحاجات دي، ولكن انا مع مرور الوقت اكتشفت الحاجات دي، يعني بمعنى اصح بنوصل لمرحله ادراك في الجزء ده، فبنعرف بقى ايه الحاجه المهمه من الحاجه اللي مش مهمه. يعني انا مثلا كنت في اولى كنت بركز على حاجات مهمه، كنت شايفه ان هي مهمه او ليها اولويه. لا لما انا كبرت لا لقيت ان الحاجه دي مش مهمه، او في حاجه ممكن تكون اولويه بالنسبه لها. فانتوا برضو لما توصلوا مكان كده هتلاقوا انه في بعض الحاجات اللي انتوا كنتوا مركزين عليها في اولى مثلا، ودلوقتي لا، هنبقى انا لازم اركز على حاجه تانية مختلفه عنها. فان شاء الله باذن الله انا هوضح الحاجات دي في الفيديو ده. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه مهمه وهي تعديل طريقه المذاكره، لان مثلا انا في طريقه مذاكرتي في اولى ثانوي او في ثالثه ثانوي او ثانوي عامه بتختلف طبعا طريقه مذاكرتي وانا في الكليه، حتى ايا كانت طريقه المذاكره، لان انا في ثانوي بيبقى فيه 80 مذاكره، كل واحد ليه طريقه مختلفه عن التاني. بس هل ده يعني ان اي طريقه من الطرق دي ممكن انها تكون تنفع في الكليه؟ اقول لا طبعا، لان كل مرحله في العمر احنا بنمر بيها بتكون مختلفه عن المرحله اللي قبلها. طب انا المفروض ان انا اذاكر ازاي؟ انا قبل كده كان اهم حاجه عندي الفهم، ثم يليه بعديه بمراحل الحفظ. طبعا الكلام ده في الكليه مش موجود. اول حاجه مهمه جدا عندي وهي الحفظ، يعني الحاجه المهمه قوي قوي هي الحفظ. ليه؟ لان انا مثلا في الكليه الدكتور مش هيبقى واقف هيفضل يفهمني كل نقطه بتعدي، لا هو بيمشي على الحاجات بسرعه كده. يعني ممكن انت ترفع ايدك تقول لي انا مش فاهم دي، بس انا لما ارجع البيت وابدا ان انا اذاكر المحاضره لا هيظهر قدامي حاجات كتير قوي انا ما كنتش فاهمها. او ممكن مثلا ان انا اجي في ليالي الامتحان ومزنوق ما فيش اصلا وقت، فانا مش مضطر ابدا ان انا احفظ كل الحاجات دي، لا ان انا افهم كل الحاجات دي عذرا، ولكن انا لازم اكون فاهم وحافظ برضو في نفس الوقت. بس انا انهي الاولويه؟ لا الحفظ طبعا ليه اولويه كبيره جدا، ويليه بعديها الفهم. وزي ما قلت كل مرحله بتختلف عن المرحله اللي قبلها، وده في كلامي مش معناه ان الحفظ مش مهم، لا هو اكيد مهم، ولكن يعني كل حاجه ليها اولويه. تمام. طيب تاني حاجه المفروض ان انا لازم اكون منظم وقتي، مش عشان بقى انا خلاص سبت ثانوي وجيت للكليه فده معناه ان انا مش منظم وقتي، لا طبعا لازم يكون لتنظيم الوقت دور مهم جدا عندي. يعني وقت السوشيال ميديا انا محدده، فالمفروض ان انا ما اكونش متاح طول اليوم، لا انا منظم ليها وقت. وكمان المذاكره ليها وقت، يعني المذاكره مش انا بقى قاعد بذاكر وماسك الموبايل او برد على اصحابي او الكلام ده، لا طبعا الكلام ده غلط. لا انا وقت المذاكره للمذاكره، ووقت السوشيال ميديا للسوشيال ميديا. وطبعا ما يكونش برضو عندي ابلكيشنات كتير وبرامج اللي بتضيع لنا الوقت وكده، لا لازم نبقى احنا عارفين احنا بنعمل ايه، لان احنا خلاص ناس كبرنا واعتمدنا على نفسنا. فانا المفروض ان انا اكون ملزم من نفسي وعارف ايه الحاجات الصح اللي انا المفروض اعملها والحاجات اللي انا مش المفروض اعملها. الجزء بتاع الاسئله والجزء بتاع المراجعه والجزء كمان بتاع التكرار، انا المفروض ان انا لما بحفظ من المفروض ان انا بكرر. انت طبعا هيختلف من شخصيه تاني، ممكن هو يكون يكرر الكلام بصوت او من غير صوت، يعني تختلف بقى طريقه حفظ واحد عن التاني. طيب وتاني حاجه وقلت فيها هي المراجعه، والمراجعه مهمه جدا، بحيث ان انا مثلا لما خلصت الجزء بتاع المحاضره او البي دي اف اللي موجود قدامي، خلاص انا كنت في اول صفحه خلصت كل ده لحد اخر صفحه، ده مش معناه ان انا اقفل البي دي اف خلاص كده المفروض ان انا خلاص، لا طبعا المفروض ان انا اعمل ايه، المفروض ان انا اجيب من الاول خالص تاني لحد الاخر مراجعه كده سريعه، بحيث ان انا افضل فاكر الكلام ده. طيب وكمان ما ننساش جزء الاسئله. جزء الاسئله المفروض ان انا يكون معايا اسئله، لان انا مش هينفع ان انا اكون بذاكر ومن غير اسئله، ازاي تحس ان انت اصلا ما ذاكرتش. فالمفروض ان انا ليه 3 مصادر للاسئله. اولا المصدر الاول ان يكون الدكتور بينزل لنا اسئله، دي المفروض ان احنا نحلها ونهتم بيها اكتر، ودي الحاجه المهمه اصلا. تاني حاجه وهي من شات جي بي تي، احنا بنبعت له البي دي اف مثلا ونخليه يبعت لنا عليه اسئله. تالت حاجه ودي الحاجه المهمه قوي، واصلا دي الحاجه اللي انا بعملها وهقولها لكم كمان شويه. تمام. طيب تاني بقى حاجه مهمه جدا وهي تفريغ المحاضرات. تفريغ المحاضرات دي حاجه يعني من اهم الحاجات اصلا المفروض كلنا نعملها، ودي تعتبر المذاكره وتعتبر كمان 90% من ان انا كده ذاكرت، ان انا لازم اكون بفرغ المحاضره. طبعا هتختلف طريقه تفريغ المحاضره من واحد للتاني، في ممكن واحد يكون بيحب هو بيلخص المحاضره كلها في الكشكول ده. تمام. طيب دي الطريقه التانيه انه انا يكون معايا البي دي اف زي ما هو او الكتاب، وانا بلخص فوق ازاي، بحيث ان انا مثلا بخطط على الحاجات المهمه، بعمل عليها هايلايت، بكتب الحاجات اللي الدكتور قال عليها ان دي مهمه، اعمل نجمه على السؤال ده لان حاسس ان هو صعب شويه عليا، وهكذا. يعني بتختلف من واحد للتاني. طيب والحاجه المهمه برضو وهي حضور المحاضرات. مش معنى ان انا لسه دخلت الكليه فانا لا مش هحضر المحاضره دي والكلام ده، لا ده على الاقل خالص ان انا بحضر
شهر كامل بشوف فيه ايه المحاضرات المهمه من اللي مش مهمه، مين الدكتور الكويس اللي بيشرح كويس جدا وبيفهم كل جزء موجود، ومين الدكتور اللي هو بيعدي كده بسرعه ويحسسك ان انت يعني اينشتاين وكده، وان انت شاطر جدا وفاهم كل كلمه بيقولها. فانا المفروض ان انا اكون مدرك الجزء ده، لان الكلام ده مهم جدا. فانا لما يكون في محاضره مهمه والدكتور بيفهم وانا عارف ان الماده دي مهمه وهي الماده الاساسيه بتاعه الكليه، فانا المفروض مني ان انا احضر، على عكس ماده تانية. فممكن اوفر الوقت ده بحيث ان انا اذاكر اي جزء او اشوف اي حاجه مهمه في الوقت اللي بيكون زي ده. تمام، دي بالنسبه لي تفريغ المحاضرات. اما الجزء اللي هو الثالث ودي يعتبر اهم حاجه بقى جدا، ان هم التطبيقات اللي انا ممكن او الابلكيشنات اللي ممكن استخدمها في الكليه. اول ابلكيشن وده مهم قوي وهو ستادي سيشن. ده كده زي جلسه المذاكره، تطبيق بيكون فيه زي شجره، احنا بنفضل نزرع شجره طول ما احنا قاعدين بنذاكر. طبعا انا مثلا لو عايز اخرج من الابلكيشن، عايز اروح اعمل حاجه تانية او افتح اي تطبيق في الموبايل مثلا، الشجره بتتقطع، فمحدش فينا هيكون حابب ان الشجره خلاص فاضل لها شويه وتكمل او تخلص يعني، وبدا ان انا اقطعها وابدا ابتدي من الاول. فمحدش فينا هيحب يعمل حاجه زي كده. فدي يعني من التطبيقات اللي انا استريحت لها نفسيا جدا وحبيتها قوي. ده تطبيق مهم جدا عندي، وهو ده تطبيق كده انا بعمل عليه اسئله. طبعا انا اللينك بتاع الابلكيشنات دي انا هسيبها في الديسكربشن، ممكن انتوا تنزلوها. وبرده لو عايزيني اتكلم عن الابلكيشن نفسه بكل استفاضه يعني، فانا ما عنديش مشكله، قولوا لي وانا هبقى انزل فيديو عن الموضوع ده. طيب التطبيق ده بيعمل ايه؟ المفروض ان انا مثلا اول حاجه بعمل تسجيل دخول للابلكيشن. ليه بقى؟ لان انا ممكن افتحه مثلا من الموبايل وبعدين اروح افتحه من اللاب، يعني على حسب بقى اللي موجود قدامي. فانا لو مش عامل تسجيل دخول لا هيمسح كل الداتا اللي موجوده ومش هعرف افتحه. لكن انا لو عامل تسجيل دخول هيفتح معايا والداتا كلها تكون موجوده. المفروض ان بيكون في كده علامه تحت اسمها انشاء رزمه، دي بكتب فيها اسم الماده وبعدين بدوس على كويستشن اسئله، ان انا اضيف اسئله. طب انا بضيف اسئله انا اللي بعملها بقى من نفسي ازاي؟ يعني مثلا انا عندي المحاضره كذا، انا ده اللي انا بعمله تمام، يعني انا هقول اللي انا بعمله بالظبط. المفروض ان انا بذاكر محاضره مثلا فارما 1، اوكي، فببدا ان انا يكون معايا جنبي الموبايل وفاتحه على التطبيق ده، وانا بذاكر لاول مره خالص. يعني انا ما ذاكرتش اصلا المحاضره دي قبل كده، اول مره بذاكر بحيث ان انا يعني ما عادش الحاجات دي بعد كده. اول مره بذاكر خالص ببدا ان انا ايه وانا بذاكر كده لقيت لا هنا الجزء ده ممكن انا اسال على نفسي في سؤال، ببدا ان انا اكتب السؤال تمام واعدي. كل ما سؤال بيقابلني او احس ان انا ممكن اسال نفسي سؤال هنا، ببدا ان انا ايه اكتبه خلاص كده وبقفل الموبايل وخلاص كده الدنيا تمام. وانا بقى مثلا في وقت فاضي او في المواصلات وكده بدل ما اضيع وقت بفتح الموبايل وابدا ان انا اقرا الاسئله دي وابدا اجاوب عليها. بقرا السؤال بلاقي مثلا تحته فيه سهل ومتوسط وكده، فانا لو السؤال ده بالنسبه لي سهل بدل ان هو سهل وبيعدي خلاص ما بيجيش تاني. لكن لو انا شايفه ان السؤال ده كان صعب عليا فبدوس ان هو صعب، وبيفضل ان هو يكرر لي بقى كل مثلا 5 دقائق كل 3 دقائق على حسب يعني فتره الصعوبه بتاعه السؤال ده. وطبعا برضه ما ننساش ان هو اصلا بيجاوب برضه على السؤال، يعني انت مش بتكتب السؤال وهو بيجاوب من نفسه، لا هو انت بتسال السؤال وتشوف بقى يعني الاجابه اللي هي ظهرت نفس الاجابه اللي انت قلتها ولا الاجابه متغيره. تمام كده. يعني التطبيقين دول هم مهمين جدا، اصلا مفيش حد بشري اسمه ما يعرفش الابلكيشن ده، لانه الابلكيشن ده بيساعدنا جدا في المراجعه وكمان بيساعدني في الاسئله، لانه في بعض المواد الدكاتره ما بتنزلش ليها اسئله، فانا مش عارفه يعني طريقه السؤال بيكون جاي ازاي غير من انا بسال نفسي، وبجيب كمان من اسئله مثلا مصادر من بره ولا حاجه. رابع حاجة ودي برضو حاجة مهمة جدا، ان انا بمهد نفسي على نظام الامتحانات. طب بمهد نفسي على نظام الامتحانات ازاي؟ ان انا لازم يكون معايا امتحانات السنين اللي فاتت، مفيش حد اسمه ما ينفعش يكون موجود في الكلية وما يعرفش نظام الكلية وما يعرفش نظام الامتحانات. بيجيبوا من امتحانات السنين اللي فاتت او الناس اللي اكبر مننا بناخد منهم الاسئلة دي، سواء بقى كانت اسئلة الفاينل او المديول او الكويزات والميتر والحاجات دي كلها. لازم انا قبل ما ادخل اي امتحان، مثلا المديول مثلا ما ينفعش ابدا ان انا ادخله الا لما اجيب امتحان السنه اللي فاتت او السنين كلها اللي فاتت للجزء ده او للمديول نفسه. تمام، فالكلام ده مهم جدا يا جماعه، يعني بجد يعني جاي لكم من قدام خالص الكلام ده. يعني انا كان نفسي اول حد كان يقوله لي، لانه ممكن يكون في الظاهر الكلام عادي، بس والله الكلام ده مهم جدا، وهو لو مش مهم اكيد انا ما كنتش هطلع اقوله. يعني الكليه بتاعتي هو اللي قاله، فانا لازم يكون الجزء الاهم والتركيز عندي على الريكوردات اللي موجوده عندي.
اللي بتنزل في الكليه. لكن انا بشوف الفيديوهات ديت ليه بشوفها؟ عشان توضح لي الدنيا، احس ان الدنيا سهله، اركز اكتر واكتب برضو بعض الحاجات المهمه اللي بتتقال في الفيديو. يعني بكون باخد مجمل كل الحاجات المهمه، سواء بقى من اليوتيوب او سواء من الكورسات او سواء برضو من الريكوردات اللي بتنزل عقلنا ان احنا ناس كبرنا وعقلنا وناس مدركين وناس في الكليه وكده، ايا كانت بقى انا في اولى في ثانيه ايا كان. بس انا انتقلت لمرحله تانيه وهي المرحله الجامعيه. لازم يكون عندي مصدر كده على جنب. ازاي؟ يعني لازم اكون باخد كورسات، سواء بقى كورسات في الانجليش، سواء في اي لغه انا بحبها. لازم مفيش حد اسمه، ما ينفعش حد يكون مثلا متفوق في الكليه. صدقوني والله مش حد متفوق في الكليه اسمه ما يعملش الكلام اللي انا بقوله ده. يعني انا بقول تجارب ناس او بقول انا حاجات ناس بتعمل الكلام ده. يعني لازم انا اكون باخد كورسات خارجيه، لازم اطور من نفسي، اخد كورسات ان انا ازاي احسن السي في بتاعي، ايه الحاجات المهمه في المجال اللي انا شغال فيه او المجال اللي انا موجود فيه في الكليه. فيما بعد ما اخلص الكليه بيكون مطلوب جدا، لازم الحاجات دي اهتم بيها جدا. وهتلاقوا ناس طبعا كتير قوي بتدي كورسات للحاجات دي. اشوف مكان معتمد او مكان موثوق منه، ابدا ان انا اخد منه.